لاحظ وتعلم. لاحظ وتعلم. تعالى نقول ايه يا سنة تالتة. بيقول لي اكمل بظرف مكان مناسب حسب كل صورة. طب ايه هو ظرف المكان ده يا ميس؟ حاجة بتدل على المكان يا سنة تالتة. فوق، تحت، امام، خلف، بين. زي الصورة اللي قدامي دي بيقول لي ايه؟ القطة نقط الطاولة. القطة فين؟ فوق. فوق الطاولة. برافو. يبقى فوق دي ظرف مكان. ليه؟ لان عرفتني مكان القطة. طيب هنا بقى القطة فين؟ القطة نقط الصندوقين. بين. القطة بين الصندوقين. هي عرفتني ايه؟ مكان القطة. يبقى القطة بين ايه؟ الصندوقين. تعالى هنا بقى نشوف الصورة التالتة. القطة نقط الشجرة. القطة فين يا سنة تالتة هنا؟ مكانها فين؟ فوق او خلف ولا امام؟ خلف الشجرة. القطة خلف الشجرة. ليه؟ لان هي وراها. ادي غصن الشجرة والقطة ورا الغصن، يبقى هي خلف الشجرة. يبقى هنا بيبين لي فوق او بين او خلف او امام او تحت. ده بتبين لي المكان. بتبين لي المكان. وقلنا يا سنة تالتة ان ظرف المكان كلمات بتدل على المكان. كلمات بتدل على الايه؟ المكان. مثلا انا حطيت القلم فوق المنضدة، يبقى فوق دي ايه؟ فوق دي المكان. المكان اللي محطوط فيه مين؟ القلم. يبقى فوق دي ظرف مكان، بنسميها ظرف مكان. طيب الكرة كانت تحت المنضدة. تحت الايه؟ المنضدة. يبقى هنا مكانها فين؟ تحت. مكان فين الكرة؟ تحت. يبقى تحت دي ايه؟ ظرف مكان. طيب تعالى حاجة تانية. اما اقول لك مثلا الكتاب خلف مثلا الكرسي. خلف الكرسي. يبقى خلف دي ايه؟ دي مكان اللي حطيت فيه الكتاب. خلف يبقى ظرف مكان. يبقى ظرف المكان عندي يا سنة تالتة بتعرفني المكان. ظرف المكان من اسمها بتعرفني المكان. طيب انا لو شفت يا ميس كلمة امام او خلف او فوق او تحت او بين، دي كلها اشوف واقول على طول ظرف مكان؟ ظرف مكان، لانها بتدل على المكان. يبقى امام، خلف، بين، فوق، تحت، دي كلها ظرف مكان. اول ما اشوفها او يقول لي استخرج ظرف مكان، اروح استخرج له اي كلمة من الكلمات دي اللي بتدل على